السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتكم استاد كورة. هنسمع دلوقتي تعليق رضا عبد العال على فوز النادي الأهلي على البلدية. وطبعا رضا عبد العال هنسمع دلوقتي تعليقه على المباراة، وهيهاجم كولر زي عادته. هنسمع رضا عبد العال هيقول ايه ونرجع تاني لحضراتكم. فوز بصعوبة بالغة. النادي الأهلي يفوز على بلدية المحلة بصعوبة. بلدية المحلة النهاردة فريق مجتهد وعلى قد الإمكانيات. قدر إن هو يحرج النادي الأهلي لغاية 106 107 أو 108 دقيقة، حاجة زي كده. يعني بصراحة مباراة ما تطمنش إن أنت مقبل على مباراة صعبة زي مباراة الترجي. فانت اداء النهارده وتشكيل النهارده وعك الراجل وعجنه ويجي بعد كده ناس تقول لك ايه، ما هو بيصحح. لا، بيصحح ايه؟ هو النهارده لو مش ربنا رايد ان انت تتعادل بعد ما عمر كمال اللي مفروض انا نفسي اعرف واخد راجل مباراه الماتش اللي فات، يجي النهارده يقعد ازاي؟ حتى لو انا مش هيلعب افريقيا، بس انا عايز اكسب الماتش ده. احييني النهارده وموتني بكره، ينزل ويكسبني. وبعد كده يوم ده انا لما اريح محمد هاني لغايه يوم ماتش الترجي هيبقى واقف على رجله احسن من كده، وهيبقى اداؤه احسن من كده، لان ارتاح ماتشين ورا بعض برغم ان انت لعبته الماتش اللي فات. ولكن ماتش وماتش ولسه فاضل اسبوع. فانت المفروض كنت تدي لعمر وتدي لقفشه اللي هم نزلوا وانت خسران 1-0، غيروا لك شكل المباراه بالكامل يعني. واخد بالك؟ انما انت بتعك ومحظوظ. واحمد ربنا ان انت ماسك الاهلي، واحمد ربنا ان النادي الاهلي عنده جماهير وهي خسرانه بتشجع ومخليه اللعيبه في الملعب بتموت عشان تشجيعها، مش عشان كورتك ولا عشان فنياتك ولا عشان شخصيتك الجهنميه او لمساتك السحريه او ان انت عندك رؤيه في التغيير والتشكيل وكل. انت والله العظيم زي ما انا قلت انت فاضي فنيا، ولكن احمد ربنا ان انت ماسك فرقه بقيمه وقدر وجماهير النادي الاهلي. انت النهارده لو البلديه اخر 5 دقايق ده كانت واقفه على رجليها صح، ما كنتش هتكسب. يعني انت عملت تغييرتين كويسين وقمت جاي منزل مودست مضيع واحده. ما تضيعش هتقول لي جاب الجون التالت، ده راجل في قلب على الخط يا جدعان، مش عايزه يجيب الكوره، مش عايزه يجيب الكوره جون. هتقولي ما احنا بنهاجم، ما انت طبيعي تهاجم، بس كل الهجوم بتاعك عشوائي، ما فيش ان هو منظم، ان هي تك 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 واحده واحد يحط في دماغه الجون يطلع تيجي في العارضه من فوق العارضه. كل الكلام ده الشوط الاولاني كله الهجمه الوحيده بتاعت اكرم توفيق عمل ضغط، راحت لكهربا حطها على طول لبيرس تاو، حطها الجون طلعها، هي دي. بعد كده تقول له الكره اللي عملها بالدماغ عاليه مش بين التلات خشبات. بعد كده تقول لي ما اعرفش ده في واحده اتعملت بالعرض وجت مش عارف لمين وشاط ما وصلتش بين التلات خشبات. هي مجمل الشوط الاولاني كله كره بيرسي تاو. مجمل الشوط الاولاني كله ان البلديه بتعمل زون ديفنس لان عارفه ان هي بتلاعب النادي الاهلي بنجوم. ده انت لعيب واحد في النادي الاهلي بالقيمه الماديه كلها بتاعت بلديه المحله. يعني لعيب محترف واحد بقد القيمه الماديه من اول الدوري لغايه ما الدوري ينتهي، والسنه الجايه بمجيء لعيبه. ده ميزانيه نادي البلديه بلعيب واحد من النادي الاهلي. فانت عندك حسين الشحات وعندك بيرسي تاو وعندك مودست وعندك امام عاشور وعندك آه، رضا سليم وعندك بيرسي تاو، عندك لعيبه. البلديه عندها مين؟ ما شفناش حد يعني ان هو يعني مع كل الاحترام بيقول لك كل واحد على قد يعني على قد لحافك مد رجليك. فهم عارفين امكانيات نفسه وانت لايص. يعني انت معاك اللعيبه دي كلها ولايص، مش عارف تعمل اي حاجه، مش عارف تنهي مباراه زي دي من اولها. عشان الناس اللي بتقول لك ايه، لا 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 ده هو الماتشين اللي فاتوا لا نزل ونهى. ايوه انت عندك لعيبه تصنع الفارق، عندك لعيبه يعني تكسبك من الهوا، لان انت جايب لعيبه مصريه بالدولار. واخد بالك؟ هنا برضو هنتطرق للراجل اللي هو معلق المباراه. معلق المباراه يعني في الجون بتاع البلديه اللي هو الجون العالمي، زي ما احنا قلنا الماتش اللي فات على الثلاث اجوان بتوع النادي الاهلي ما بنشوفهاش الا في الدوريات الاوروبيه. جون النهارده بتاع البلديه نفس الصيغه ونفس المدرسه، كوره من ناحيه الشمال بتتشاط بتروح في القائم
البعيد وترد للراجل وبيحط وش رجله بتروح في سقف الشبكه لمصطفى شوبير اللي لا يسأل عنها، ورغم كده ما غنتش. ولا انت بتغني للاهلي عشان عمرك يطول؟ ها، صدعتونا وقرفتونا زي ما انت هنا. يعني الجون بتاع الاهلي اللي هو الاولاني بتاع عمر كمال والجون الثاني ما يجيش نص الهدف بتاع البلديه. غني هنا وغني هنا، ما عنديش مشكله. افرح هنا وافرح هنا، ما عنديش مشكله. انت في جون البلديه زورك لسانك زي ما كنت اتخرست وحشرج ومش عارف تتكلم. في جون مودست اللي هو واقف على خط الجون بتقول لي ايه الجون الحلو ده وبتغني. يا عم ده حاتم بطيشه مشي عشان لما بقول لك اللي يقول شيكابالا انتهى اقول له وسكت، مشوه. اين العدل هنا بقى يا اللي ماسكين انتوا المنظومه اللي هي بتاعت التعليق؟ اين العدل؟ واحمد الطيب مشي عشان لما قال لك الزمالك بيشجعوا عمرو دياب وما اعرفش مين ومين ومين، والاهلي بيشجعوا شعبان عبد الرحيم وسعد الصغير وي. مش حصل الكلام ده، مشيتوه. بلال علام مشيتوه عشان قال لك الدوري في 100 عقبه، وهو كان الدوري بفارق 8 اهداف ب8 نقاط وخلاص. والزمالك المكسب ده يعني حسم البطوله ان هو بقى في 100 عقبه. انتوا عاقبتوه مشيتوه. طب وده النهارده اللي غنى لمودست وقال له ايه الجون الحلو ده وهو واقف على خط الجون، عايزه كمان يقلشها؟ ده ضيع واحده ما تضيعش. ده عمل يعني كده كان بيلعب مدافع مع فرقه البلديه، اقسم بالله. ده هو بس لو ربنا اداله كان يعني لو ورا خطوه والله الكره كانت ضاعت، كان الجون صدها. بس ده واقف على خط الجون وتقول لي ايه الجون الحلو ده، ايه مودست ده؟ بطلوا بقى، انتوا قرفتونا، انتوا زهقتونا والله العظيم. والحكم يدي 9 دقايق. 9 دقايق ليه؟ طب احنا ما شفناش الحته اللي الحارس بتاع البلديه وقع اتضرب، مين اللي ضربه؟ خد انذار، ما خدش طرد ليه؟ ليه؟ لان المخرج هنا مش عايز يجيب حاجه عشان ان النادي زي برضه اول الشوط الاولاني في لعيب اللي هو ذو البشره السمراء دخل عليه مروان عطيه لازم ياخد فيها انذار، المخرج ما عادهاش وما جاتش من بعيد. ونفس الكره دي لاكرم توفيق اتعادت 3 مرات، وواحده لرامي ربيعه اتعادت 3 مرات. قال لا، ما انت عشان تعرفوا بس المخرجين بيلعبوا في الدنيا، ودلوقتي الفار والحكام، ودلوقتي بقى المعلقين. احنا عايزين العدل، احنا عايزين نتفرج على كوره عشان نستمتع. انتوا عمالين تجاملوا كده، ربنا يستر الماتش اللي جاي بتاع الترجي. انتوا عمالين تطبلوا للنادي الاهلي، لا قولوا ان النادي الاهلي وحش عشان يفوق، قولوا ان النادي الاهلي بيكسب مش طبيعي، واخد بالك؟ لا مش هو ده النادي الاهلي، مش هو ده اللي يطمنا قبل ماتش الترجي. انما كله لازم يطبل، كله ولما يجي يحصل حاجه يطلعوا زي الكلاب السعرانه. لما نيجي نقول ايه لا ده المدرب ولا النادي الاهلي وحش النهارده عشان يا كله يطلع ويهاجمنا والفيديوهات يعني تتعمل علينا والفلوس تدفع وده يقول لك ده جاهل بالفار اللي هو اصلا ما عندوش فكره، اللي هو الراجل اصلا اللي عليه احكام قد كده، واخد بالك؟ اللي هو اصلا بايع نفسه، يعني هو بايع نفسه اصلا، طالع يتكلم على عمه وسيده ويقول لك اصل جاهل بالفار. انتوا اللي جهله، انتوا اللي عايزين. طب انا جاهل بالفار بتتكلم عليا ليه؟ ما هو الفار ده هو اللي بيحسب لك الجون او ما يحسبوش. المخرج لو من غير المخرج المباراه مش هتتذاع. الحتت اللي هي الفار بيعوزها لازم يكون في مخرج عشان هو اللي بيبدا يديله الحاجات دي. يا جهله يا اللي مش فاهمين حاجه، واخد بالك؟ بس هو الحلو ان ايه، لازم عشان كل واحد يتشهر وعشان يتشاف لازم يجيب اسم رضا عبد العال عشان هو يتشاف. لا انا يعني الحمد لله والشكر لله انا بقول وانتوا اللي بتجروا ورايا. وبتجروا ورايا ليه؟ عشان تضللوا الشارع المصري، عشان يقول لك ايه لا المخرج ملوش دعوه، لا الفار ملوش دعوه، لا الحكم ملوش دعوه. طب ما الحكم النهارده في واحده نفس الكوره اللي هي بتاعت كاس مصر، صح ولا لا؟ وحسبها على كهرباء دي زي دي، اشمعنى؟ ولكن انتوا بتبقوا عايزين تقنعوا الناس ان انا ضد النادي الاهلي وبكره النادي الاهلي. انا لا ضد النادي الاهلي ولا بكره، انا بقول حق ربنا، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، واخد بقى؟ عشان كده هم مش طايقيني، عشان انا اللي بقول، عشان الناس تبقى عندها وعي، عشان تعرف اللي بيحصل في الكوره. النادي الاهلي لما بيكسب وبيكسب باداء ونتيجه بطلع بقول النادي الاهلي والنادي الاهلي، واخد بالك؟ انا لا بكره النادي الاهلي ولا بكره، انا بقول حق ربنا، واللي بيقول حق ربنا في الزمن ده
بيبقى مكروه. ليه؟ لان انتوا عايزين اطبل زي المخرج، اطبل زي المعلق، اطبل زي بتاع الفار، اطبل زي الحكم، واخد بالك، واطبل زي الناس اللي هي في المنظومه. انا ما بعرفش اطبل، انا بقول حق ربنا، واللي مش عاجبه ما اتفرجش عليا. انا كفايه بس الناس اللي هي عندي على القناه اللي مقتنعين بفكري وبيستنوني، انا بخاطب الناس دي. ماليش دعوه بقى اللي يخش بقى تاني ما يخشش تاني، يتكلم ما يتكلمش، مش لازم عليا ان انا افهمه، لان هو اصلا مش فاهم. هو من الناس اللي هي خش واشتم وقل ادبك. لا، انا كفايه عليا الناس اللي عندي في القناه، دول بالدنيا عندي، دول هم رصيدي، دول هم الكنز بتاعي، دول هم ثروتي اللي انا بخاطبهم. لان يكفي لو 2 أو 3 مقتنعين بيا، هو ده النجاح. على العموم انا قلقان على النادي الاهلي بعد مباراه النهارده. المباراه اللي جايه صعبه، وربنا يا رب يوفق النادي الاهلي ويوفق بكره نادي الزمالك، ويبقى دوري الابطال للنادي الاهلي المصري، الكونفدراليه لنادي الزمالك المصري. انا عن نفسي اقسم بالله بقى اسعد واحد في الدنيا. يا عم عق يا عم كولر، بس الماتش اللي جاي اكسبه. انت يا عم جوميز اعجن، بس اكسب الماتش اللي جاي، لان احنا مصر محتاجه البطولتين دول، عشان ان الفتره اللي جايه دي فتره صعبه، وعايزين نفرح بقى، عايزين نفرح بجد. مبروك، وان شاء الله اشوفكم في فيديو بكره بعد مباراه نادي الزمالك، نهني نادي الزمالك، وان شاء الله نهني بعد كده النادي الاهلي، وتبقى البطولتين مصريتين باذن الله باذن الله باذن الله. السلام عليكم. ورجعنا لكم تاني، وطبعا بعد حضراتكم ما سمعتوا تعليق رضا عبد العال وهجومه على كولر مدرب النادي الاهلي بعد المباراه. قال ان كولر النهارده كان بيعك في التشكيله، والنادي الاهلي كسب في مباراه يعني صعبه كانت على النادي الاهلي. وهاجم كولر النهارده وقال ان هو كان بيعك في التشكيله وما عملش حاجة مع النادي الأهلي، والنادي الأهلي كسب المباراة النهاردة بصعوبة جدا على النادي البلدية. وقال طبعا النادي الأهلي زي ما حضراتكم سمعتوا كان وحش، وعلق طبعا على تغييرات النادي الأهلي. وبرضه هاجم المعلق طارق الأدوار معلق المباراة، عشان هو طبعا علق على الهدف بتاع موديست وقعد يغني لما موديست جاب الجون. وقال طبعا انت ما عملتش كده في الهدف بتاع البلدية اللي هو الهدف الشوطة اللي من بره ال18. سكت وما اتكلمتش، وزي ما عملت في جون بتاع موديس اللي هو اصلا جون سهل جدا اي حد يجيبه. فطبعا النهارده كان طالب ان طارق الادوار يتوقف طبعا بسبب عشان هو كان بيمدح في النادي الاهلي النهارده عشان في جون موديست. وقعد طبعا يهاجم النادي الاهلي وتشكيله كولر، وقال ان عمر كمال لازم يلعب من اول مباراه، واعترض على تغيير موديست. قال ان موديست النهارده كان بيلعب مدافع مع الفريق البلديه. فطبعا انتوا عارفين رضا عبد الله ما بيعجبوش حاجه، حتى لو النادي الاهلي عمل ايه لازم يطلع يهاجم النادي الاهلي او يهاجم المدرب. فهو مش عاجبه اي حاجه خالص، ولا بيعجبه اي حد خالص في النادي الاهلي، وهو ده رضا عبد العال. يا ريت حضراتكم بعد ما سمعتوا تعليق رضا عبد العال وانتقاده للمدرب النادي الاهلي والمعلق المباراه، ما تنسوش حضراتكم تقولوا لنا رايكم في الكومنتات وتردوا على كلام رضا عبد العال. وما تنسوناش بالاشتراك في القناه عشان يصلكم كل جديد. قناتكم استاد كوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.